لا مؤاخذة يا دكتورة، بس الدكتورة إيمان وقفت كارت الدخول بتاعك. يعني إيه؟ والله ما أعرف، بس كل اللي أنا أعرفه إن حضرتك مش هينفع تدخلي. اتفضلي بعد إذنك. افتح البتاع ده بدل ما أعمل لك مصيبة مش هتطلع منها طول عمرك. افتح. ايوه فاء. ايوه يا نادين. بقول لك ايه، انت كنتي بتقولي لباباكي ان مي ملهاش دعوه بسرقه الامتحانات، وانها عملت كده عشان تلحق اصحابها، صح؟ مظبوط. مين اصحابها دول؟ صحابها اللي هم ادم الله يرحمه، ده الجامعه اتاكدت من الموضوع بتاعه، بس مروان ودليده لسه شاكين فيهم. يعني مروان مشكوك فيه ومع ذلك ايمان السعداوي مطلعاه منحه اسبانيا. بابا لسه قايل لي كده. ايوه، ممكن اعرف انا مش عارف ادخل على النتورك الجامعه ليه؟ دكتورة ايمان يا فندم هي اللي طلبت مننا كده. انا اسف يا دكتور والله. لا ولا يهمك، انا هتصرف. متشكر. انت كويس؟ تمام. انت عندك فكره الاكسس بتاعي مش شغال ليه يا ادهم؟ وانا برضو دكتوره ايمان قفلت لي كل حاجه. وهي برضو اللي بعتت الفيديوهات بتاعت ادم ومي للناس بتوع اليوتيوب؟ وحاول الزنا للتحقيق، بتلوش في الكل. انا امي لما بتخاف بتقلب الترابيزه على كل اللي حواليها. ادهم انا اسفه جدا للي هقوله لك ده، انا عارفه ان دكتور ايمان والدتك وكل حاجه، بس دكتور ايمان بتشارك الطلاب في شركاتهم بعد ما بيتخرجوا غصب عنهم، ومش بس كده، بتاخد فلوس من اولياء الامور عشان ولادهم يطلعوا منح بره مصر، زي ما عملت بالظبط مع مروان يزن. هو انت كنت عارف؟ امي طول عمرها بتعرف تسخر اللي حواليها يعملوا اللي هي عاوزاه، تاخدك تحت جناحها وتحارب الدنيا كلها علشانك، بس لو وقفتي ضدها هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه. طيب انا عايز اسالك على حاجه. هو اللي انا شفته ده اللي اتينا كان بيضغط عليك بيه؟ انا فعلا كنت بتعالج ودخلت بدل مصحة 2 و3، وكل مرة بخرج بقول انا بني ادم جديد، انا لا يمكن ارجع تاني. وفعلا قعدت بعيد كتير لحد ما حسيت اني خذلت محمود وضعفت ومقدرتش اساعده، وخذلت مي وادم. بس امي طول عمرها جبروت، بحس اني مهزوز قدامها طول الوقت. مش لوحدك، مش لوحدك، يعني اللي عندك الاحاسيس اللي مخوفاك دي. على فكره انا كمان، انا طول الوقت خايفه ان انا ملاقيش قضيه احارب عشانها، خايفه ان انا ما يبقاش حواليا ناس محتاجيني فاحس ان انا ماليش لازمه. بس احنا محتاجينك دلوقتي. احنا في اللي احنا فيه ده يا ادم، احنا كلنا محتاجين بعض. انت اتاكدتي ازاي من موضوع المشاريع ده؟ دينا سالم. وعلى فكره يا ادم، القصه اللي حصلت مع دينا والشراكه في شركتها وقصه مشروع اتينا، انا حاسه ان الموضوع ده مش اول مره يحصل. الموضوع ده اكيد اتكرر قبل كده. كررت 5 مرات طول ال8 سنين اللي فاتت.